في سنة 2015 في قرية صغيرة من قرى محافظة الشرقية. القرية دي كانت بسيطة جدا، الناس فيها بتنام بدري وتصحى على صوت الديوك، ومفيش جرايم، مفيش حد غريب بيعدي منها. لكن الليلة دي كانت مختلفة تماما. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. الليلة كانت ساكتة بطريقة غريبة، مفيش حتى نباح كلاب ولا صوت عربيات. وفجأة الساعة قربت من 2 بعد نص الليل، اتسمعت صرخة قوية جدا. صرخة خلت كل اللي نايمين يصحوا مفزوعين. الناس خرجت من بيوتها والكل بيبص حواليه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. واحد قال الصرخة جاية من عند بيت عم حسين، والكل جري ناحيته لأن البيت ده كان في آخر البلد ومحدش كان بيزوره كتير. لما وصلوا لقوا الباب مفتوح والنور جوه خافت قوي زي ضوء شمعة. دخلوا بحذر وكل خطوة كان فيها رهبة. وفجأة واحد منهم قال بصوت مبحوح يا ساتر يا رب. قدامهم كانت مراته مرمية على الأرض، وشها كان شاحب جدا وعينيها مفتوحة بس مفيش نفس، ميتة تماما. حواليها شموع مطفية ورسومات وطلاسم غريبة على الحيطة، شكلها مش مفهوم، طلاسم رموز محدش قدر يفسرها. وجوزها كان واقف مرعوب مش قادر يتكلم، بيقول بصوت مرعوش أنا كنت نايم، صحيت على صوت همس حد بيهمس في وداني، وبعدها بثواني سمعت الصرخة. الناس بصت لبعض ومحدش قادر يصدق مين دخل البيت ولا ازاي ماتت من غير ما حد يلمسها، خصوصا انهم ملقوش اي كسر في الباب ولا في الشبابيك. الشرطة وصلت وبدأ التحقيق، فتشوا المكان كله، مفيش اثار اقدام غير اثرهم، مفيش اي علامة على اقتحام ولا سرقة ولا خنق ولا طعن. الطب الشرعي قال الوفاة طبيعية، لكن مفيش سبب واضح، لا تسمم ولا أزمة قلبية ولا حاجة، يعني ببساطة اتوقفت عن التنفس فجأة. لكن اللي زود الغموض إن كل الصور اللي في البيت كان فيها ظل غريب، ظل شبه إنسان بس ملوش ملامح، وكأن في كيان تاني كان موجود في اللحظة دي. وبعد الجنازة بدأت الإشاعات تنتشر في القرية. ناس قالت إن الست دي كانت بتحاول تعمل جلسة تحضير أرواح لوحدها، وإنها جابت كتاب سحر من السوق السوداء، وكان في طلاسم ممنوعة، وقالت إنها كانت عايزة تعرف مصيرها أو تكلم روح أمها اللي ماتت، بس اللي حصل إنها نطقت تعويذة غلط وفتحت باب لعالم تاني. وناس تانية قالت لأ، دي جريمة قتل وجوزها هو اللي عملها، بس غطى على جريمته بطقوس سحر علشان يخوف الناس. والأغرب إن أي حد حاول يدخل البيت بعد كده قالوا إن سمع همس غريب جواه، وفي واحد من الجيران حلف إنه شاف نور شمعة بينور لوحده جوه البيت بعد نص الليل. وناس تانية قالت إنها سمعت صوت صرخة نفس الصرخة في نفس التوقيت من كل سنة. البيت اتقفل من يومها، وكل اللي يمر من جنبه بالليل بيقول إنه بيشوف ضوء خافت من الشباك وصوت ست بيقول سيبوني في حالي. البيت ده لحد النهاردة محدش جرؤ يدخله، واللي بيعدي من قدامه بيحس بحاجة بتراقبه من جواه. هل هي روحها ولا كيان تاني فضل محبوس معاها؟ الله أعلم. لو عجبتكم القصة ياريت تشتركوا وما تبخلوش علينا باللايك، ولو عندكم حاجة شبيهة ياريت تكتبوها لنا في الكومنت، ممكن تبقى هي موضوع الفيديو اللي جاي.